هو الراجل عمل فيه عماد. ده البوتاجاز اللي اتحرق. بوتاجاز كازو ده قعد معانا تقريبا سنه، واحنا كنا عملنا فيديو بتاع كان الفنكوش مع الملح والتراب، وطبعا هو عمل مننا اوفر هيتنج 3 مرات فخلاها اتحرق. فهو البورصه بتاعته اتحرقت. ده بوتاجاز كازو الماني. هو مش اتحرق عشان خاطر ان احنا يعني البوتاجاز نفسه وحش، هو سوء استخدام مننا الصراحه. احنا بوظناه وانا كعماد ما خدناش بالنا يا جماعه على فكره. وانا عملت رحله بحث طويله عشان اصلحه، ما عرفتش اتواصل مع حد يصلحه. بس فانا قررت انا ونرمين نجيب واحد تاني. دخلنا نعمل سيرش عليه مش موجود اصلا، ما عرفناش نتوصل للشركه عشان نجيب واحد تاني. فانا عملت لنرمين مفاجاه. لو حد يعرف اي حد ممكن يصلح البوتاجاز الحسي يبقى يقول لنا في الكومنتات بقى، عشان انا عايزه اصلحه عشان انا بحبه. فانا طبعا على طول رحت جبت ماركه تانية لبوتاجاز جديد، هنفتحه معاكم ونجربه معاكم ونشوف هل هو بنفس المستوى ولا هو طبعا برضو الماني. انا بحب اشتري الحاجات الكويسه لان شغلي بيتطلب مني ان يكون بوتاجاز سريع ويقعد فتره طويله. نفتح بقى استنى. دي انا هفتحه هياخد وقت في الفتح. ده البوتاجاز اللي انا جبته لنرمين، هو ستيبا برضو الماني، شركه كويسه جدا، وانا لقيت تقييماتها كويسه اونلاين، فانا قررت ان اجيب البوتاجاز بتاعهم. انا كان نفسي اجيب كازو بس ما لقيناهوش على اي مواقع بيع اونلاين. قبل ما تسال بكام، ب 7000 جنيه. البوتاجاز اللي قبله كان ب 8، فده ارخص شويه. ده شكل البوتاجاز بتاعنا. المره دي اللوحه بتاعته جايه جانبيه، مش جايه من فوق زي البوتاجاز التاني. احنا هنجربه على طول معاكم. ده بوتاجاز حسي برضو بيشتغل بالمغناطه و2000 واط. فتعالوا بقى نشغله. طبعا هنحتاج حلل معينه عشان تشتغل عليه، واحنا حكينا القصه دي قبل كده. فدي الحله بتاعه البوتاجاز، هندوس بقى اون. في درجات من 60 وانت طالع بقى لغايه 240. طبعا احنا عايزين نشغله ميه، فاحنا هنشغل على اعلى حاجه 240. وهنشوف هياخد وقت قد ايه. انا هظبط له وقت. هو المفروض ان متوسط البوتاجازات الحسيه بيكون حوالي 4 دقايق. ادي الستوب واتش، بدات اهو. ونشوفه بقى هيسخن الميه دي في خلال قد ايه. الكازو كان بياخد تقريبا 4 دقايق علشان يغلي ميه من هتكون جايه من الحنفيه عشان يغليها، بياخد 4 دقايق. الكاتل الماركات البراندات الكويسه بياخد تقريبا دقيقتين. فاهم قصدي؟ ده تقريبا لتر ونص ميه. سخنه بدات تدفى. احنا اول ما يغلى هنطفي. البوتاجازات دي بيكون فيها دايره امان برضو. لازم اقول لكم المعلومه ان هو البوتاجاز بيفصل مره واحده وبيجيب ايرور. هتلاقي مثلا مكان درجه الحراره دي بيجيب E0 او E1 او E2. احنا في الفيديو اللي فات كان جاب معانا E3 وعمل القصه دي 3 مرات ورا بعض. فهو البوتاجاز فصل دايرتين حمايه. بس احنا لما وصلنا للدايره الثالثه، يعني تعدينا المره الثالثه، البوتاجاز طبعا اتحرق وما قامش تاني. البورده اتحرقت. احنا اتضايقنا عليه جدا يعني، بس في الاول وفي الاخر احنا لازم نجيب بوتاجاز بسرعه عشان خاطر التصوير. انا مؤمن ان الحوادث بتقع. بس طبعا ما توقعتش ان الحادثه تحصل في فيديو زي كده اصلا. يعني فيديو فعلا كل اللي كلفنا احنا عشان نعمله تقريبا 50 جنيه مثلا، اقل من 50 او اقل. كلفنا بوتاجاز ب 8000 جنيه. لا يا عم، يعني شويه فنكوش ب 10 جنيه. دول كانوا اكبر خسائر على فكره. شويه فنكوش كانوا ب 10 جنيه وكيلو ملح تقريبا كان الكيلو الملح غالبا ب 20 جنيه. احنا بقالنا دقيقه و19 ثانيه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا سخنت بس لسه ما غليتش. لا بس بص يعني انا صبعي مش مستحملها. طب خلاص، يعني اول ما تطلع فكاكيها هنفصل. طبعا هو عنده نظامين تشغيل. الناس اللي تبقى عارفه ان درجات الحراره دي بتستخدم بس في القلي، يعني ما ينفعش تشغل درجه حراره غير في القلي. لما تيجي تسوي اكل بتشغل بمستويات الطاقه اللي هي من 1 ل 10 او ل 12 على حسب موديل البوتاجاز. 12 دي تبقى اعلى درجه حراره، فانت يفضل انك بتشتغل في الرنجات دي. فاهم قصدي؟ انا بوضح لكم معلومات عن خبره مع البوتاجاز بقى، احنا بقالنا كتير معاه. وانا بحب قوي البوتاجاز الحساسيه. بصوا انا حاطه ايدي فين. بصوا الحاجات اللي بتبقى سخانات انا ما اقدرش احط ايدي عليها. بصوا لكن ده اقدر استخدمه واحركه. سوري انا انت عملتي لوك. هو هنا عمل لوك من نرمين، فاحنا بنضغط هنا 3 ثواني بيفصل اللوك عادي. بس جديا الحاجات اللي بتبقى سخانات انا ما اقدرش احط ايدي على جسم البوتاجاز. لكن انا بصوا، وكمان هنا في فانه وفي مروحه. هو بدا يغلي اهي، بدات الفقاقيع تطلع. بصوا يعني انا اقدر احط ايدي عادي هنا. بصوا في العادي انا ما اقدرش احط. عشان كده انا بحب الحسي قوي، لان كمان ما بيطلعش سخونه عليا جامده. طبعا بيبقى غلبه لاني مش بيستخدم اي نوع حلل، بس انا بحب. تحط ايدك في الحله. لا عادي اهو. بص هنا في الحله انت لامسه. حط ايدك هنا انا انت حاطط ايدك على انت خايف تحط ايدك هنا اهو. لا هو مش بيلسع، بس انت حاطط ايدك في الحله. لا عادي، ايه يحصل يعني؟ اي غلط. عندها مشكله جامده في الحروق بقى منه. هو كده خلاص بيخلص صح؟ خلص
دي كده ميه. انا قلت لكم هي عندها مشكله ان لازم تتلسع، هي بتحب تتلسع. انا بشوف الهنود بيحطوا ايديهم في الزيت. لا هو بيبقى هم عندهم حاجه لما بتيجي تشتغل زي الهنود هم بيبقى عندهم ماده كده بيحطوها في ايديهم. صح؟ امال ايه؟ امال هو هيحط ايده تطلع سليمه؟ لا ما اعرفش انا يعني درجه حرارتها بتبقى معديه ال 200 و250 وعادي يعني، فانا ببقى مستغربه. بص خلاص هي غلط. لسه كده خدت وقت قد ايه تقريبا؟ احنا في الوقت بقالنا دقيقتين اهو ونص تقريبا يعني. انا زي تقريباً ما قلت 3 لكم دقايق. هو بياخد من 3 دقايق ل 4 دقايق، اللي قبله كان 4 دقايق. ممتاز. انا شايفه ان هو سريع جدا. انا بحتاج في الشغل وفي التصوير يبقى بوتاجاز سريع وقوي عشان يبقى اسهل معايا في الاستخدام. وكتير بتسالوني على البوتاجاز ودايما برشح لكم كازو، بس غالبا كازو اليومين دول مش موجود اصلا في مصر لان هو مستورد، وده الماني برضو، فيا ربنا يستر. كل البراندات بتكون كويسه، حتى البراندات الهندي والماليزي بتكون معقوله على فكره. هي فكره بس ان احنا بنتعامل مع براندات الماني بالذات لان بتكون عمليه وسريعه جدا، مش سريعه بس، وبيكون فيها امان عالي برضو. خلاص هي كده غلت يا عمر. كده خدت وقت قد ايه؟ تقريبا 3 دقايق كده صح؟ هي كده الميه غلت، ما دخلنا تقريبا في دقيقه. هي كده الميه غلت بقى لنا دقيقتين ونص اهو، فلنفترض ان هو مثلا 3 دقايق وما وصلش 3 دقايق. يعني هو سريع حلو. بصوا يعني مطلع هنا هوا سخن بس هوا خفيف غير طبعا السخانات، فانا بالنسبه لي بصوا حاطه ايدي عليه ما عنديش مشكله فيه. ميرسي يا عمده على البوتاجاز. ده الفيديو بتاع النهارده اللي حبينا نكلمكم فيه عن بوتاجازنا الجديد واللي هنستخدمه الفتره اللي جايه، وهنقول لكم برضو اخباره مع الوقت. ما تنسوش بقى تعملوا ايه؟ فولو للصفحه، لايك للفيديو، سبسكرايب لو بتتابعونا من على اليوتيوب، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي باي باي.